عندنا الراجل هو اللي بيختار الست اللي عايز يتجوزها، لكن في العالم الآخر الست هي اللي بتختار. ما بالك بقى زيتونة بنت إبليس لو اختارتك؟ إيه اللي ممكن يحصل لك؟ لو مهتم تعرف مين زيتونة وإيه خطورتها ما تروحش في أي حتة. القصة النهاردة حقيقية، النهاردة في عظمة. بقى لي سنة مش شغال والحياة بقت صعبة، واللي بيسلفني النهاردة مش هيسلفني بكرة طبعا لما سد القديم، ومفيش حد بقى يكلمني ولا حد عايز يقرب مني، والحياة والدنيا بقوا خانقة بالنسبة لي، بقوا ضدي، حتى القرايب والصحاب، حتى حبيبتي. أول ما عرفت إني سبت الشغل بدأت معاملتها تتغير معايا، لحد ما هي وكل اللي حواليا بعدوا عني بسبب طلباتي الكتيرة. خلاص بقيت لوحدي أنا والحيطان. بس أقول لكم أنا جالي اكتئاب، ما بقتش طايق أعيش، لحد ما في يوم سمعت صوت بره الشقة، وزي ما يكون كان في ناس بتتحرك. بصيت من العين السحرية لقيت ناس كتير شايلين عفش طالعين بيه الشقة اللي جنبي اللي كانت فاضية بقالها 30 سنة. وقلت إيه ده؟ إزاي؟ مين اللي يسكن في شقة مهجورة بقالها 30 سنة؟ وفضلت باصص من العين السحرية لقيت بنت جميلة قوي بتقول للناس بالراحة انت وهو على العفش، خلي بالكم. وكانت بتبص على الباب بتاعي بتمعن، وكنت مستغرب. قلت هي بتبص على شقتي ليه؟ وليه مركزة قوي كده؟ وقلت انا مالي، اللي يسكن، انا مش ناقص. بس ما يمنعش ان اقول لكم ان الست كانت جميلة جدا، بس انا في ايه ولا في ايه؟ خليني في المشاكل والهم اللي انا فيه. وبالليل قلت هنزل اتمشى اغير جو بالشبش بتاعي المقطع اللي اتصلح 3 مرات عنوته. وفضلت ماشي كتير قوي وكنت سرحان لحد ما لقيت نفسي قصاد مسجد الازهر. قلت ياه، انا مشيت كل ده، انا اكمل بقى مسجد الحسين وهناك بقى اريح. وفعلا رحت هناك وقعدت على الرصيف من تعبي، وفجأة شميت ريحة اكل وقلت ايه ده؟ ايه اللي انا شامه ده؟ دي فراخ مشوية. ياه، ده انا ما اكلتهاش بقالي كتير قوي. وريقي جري لان الريحة كانت قوية قوي. ولما بصيت قدامي لقيت مطعم، قلت اكيد ريحة فراخ جاية منه. سمعت صوت جنبي، ببص لقيت الست جارتي اللي كانت بتدهن العفش الصبح اللي شفتها في العين السحرية، ولقيتها بتقول لي لو فاكر ان ريحة الفراخ جاية من المطعم تبقى غلطان، الفراخ دي معايا انا وجايبها لك، بتمنى فراخ تعجبك، اصل انا اعملهم بايديا يا جاري. نسيت اقول لك انك لما بتقف على باب شقتك بيبان خيال، واللي بره بيعرف ان في حد بيبص عليه من العين السحرية. بس الاولى كنت فتحت الباب ورحبت بيا، انا جارتك الجديدة. وانا كل ده متنح من جمالها وانوثتها، وبرضه مستغرب عرفت منين ان انا نفسي في فراخ. وكنت بفكر وقلت لا اكيد صدفة. قالت لي ماشي هسيبك سرحان، لو عوزت حاجة خبط في الشقة اللي جنبك، انا اسمي شاهندة. ولما مشيت فتحت الشنطة وطلعت الفراخ، اتبسطت جدا واكلتها كأني محروم. وقلت ايه ده؟ لو فرختين هيبقى ليهم 4 رجول، ولو فرخة هيبقى لها رجلين، ليه حطالي 3 رجول بس؟ ليه رقم فردي؟ وقلت هو ده وقته؟ كل يا عم هاني، ده انت الاكل ده ما شفتوش بقالك سنة. وبعد ما خلصت اكل قلت اروح البيت، ورجعت تاني مشي، لكن المرة دي رجليا وجعتني لاني ما كنت سرحان، كنت بفكر في شاهندة. ليه ست جميلة زيها واي حد يتمناها بتفكر فيا وبتساعدني؟ ده غير انها بتبص لي ببصة انوثة وثقة. وفعلا روحت البيت، قلت ريحة العرق دي لازم استحمى، ودخلت استحميت بس بميه لاني معيش فلوس اجيب صابونه. ولما خلصت قلت اسرح شعري، لكن مرايه الحمام كان كلها بخار، ومسحت مرايه بايدي لقيت جوه المرايه شاهندة وبتمسح هي مكاني كانها انا. بعدت عن المرايه ومن الخوف اغمى عليا، ولما فقت لقيت شاهندة ومعها جارتي اللي من غيرها كنت ممكن اموت، لانها بتنزل لي اكل على طول، وبتعمل كده لانها كانت صاحبه امي الله يرحمها. وقالت لي ايه اللي حصل لك يا هاني؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ لولا شاهندة ما حدش كان عارف عنك حاجه. بصيت لشاهندة وقلت لها انت عرفت منين ان اغمى عليا؟ ازاي؟ انا قافل باب شقتي عليا. ايه ده؟ انا افتكرت انا شفتك في الحمام، في مرايه الحمام، وهو ده اللي خلاني مش متزن. قالت لي انا في مرايه الحمام وضحكت، حطت ايديها على شعري وقالت لي ما تخافش كله هيبقى تمام، انا عايزاك دلوقتي تشرب الانسولين اللي عملته لك، هريح معدتك وهريحك. ولما حطت ايديها على شعري بيني وبينكم اتكسفت، ومن الكسفه وشي احمر،
والدم ضرب في جسمي كله. اصل انتوا مش فاهمين هي جميله ازاي. وشاهندة قالت لي مالك وشك احمر ليه؟ كل ده عشان وقعت في الحمام؟ وصاحبة امي ضحكت وقالت لها يا بنت يا شاهندة شكل دمك خفيف. وفعلا شاهندة شربتني اليانسون وقالوا لي معلش بقى هنمشي دلوقتي ونسيبك ترتاح. واول ما مشيوا كنت فرحان قوي من ايه ما اعرفش، بس غالبا عشان وجود شاهندة في حياتي. وفضلت سهران لحد الساعه 3 بفكر فيها ونمت. وتاني يوم لقيت حد بيخبط على الباب الصبح وقلت يا لهوي لا يكون الديانه. هبص من العين السحريه لقيتها شاهندة. قالت لي قلت لك شايفاك خيالك باين. فتحت الباب بسرعه وقلت لها اتفضلي اتفضلي. قالت لي لا انا عايزاك معايا في مشوار. وقلت لها طبعا بس على فين؟ قالت لي هنجيب حاجات من الشارع وهتكون تقيله عليا. انت عارف بقى انا ست وصعب اشيلها، انما انت راجل تشيل اي حاجه وواثقه انك مش هتتعب. قلت لها عيني ثانيه واحده. وفعلا نزلت معاها وجبنا الحاجه. لكن الغريب واحنا راجعين اذان العصر اذن وهي ما كانتش طبيعيه، زي ما يكون بتسمع حاجه بتاذيها. وقلت لها انت بخير؟ قالت لي ايوه اصل صوته عالي قوي. قلت لها عالي؟ مش عالي للدرجه، عادي يعني. قالت لي ما تشغلش بالك اصل انا عندي مشكله في وداني. قلت لها الف سلام عليكي. بصت ليا وابتسمت. وروحنا البيت. قلت لها ها عايزه مني اي خدمه تاني؟ اي حاجه تاني محتاجاها؟ قالت لي محتاجه منك اخر خدمه. وقلت لها اموري طبعا اللي انت عايزاه كله هيتعمل. قالت لي انا عندي دوايه كل ما احط فيها لمبه تتحرق. انت ليه في الكهرباء؟ قلت لها حتى لو ماليش اديني احاول. فكرتي عنها مش كبيره بس بعرف اتعامل. وعايز اقول لكم ان شقتها كانت مرتبه ونظيفه جدا. قلت لها فعلا الجمال عندك في كل حاجه، بيتك شكلك ضحكتك. قالت لي ايه ده انت بتعاكس بقى. قلت لها انا هو انا طول؟ انت فين وانا فين؟ قالت لي انت سيد الرجاله ما تطولش ليه؟ اتكسفت وقلت لها يلا بينا نعمل اللمبه. وفعلا دخلت عند اللمبه عشان اعملها. وقلت لها بصي انا هقفل كل المفاتيح عشان ما تكهربش. وفعلا دخلت عند اللمبه عشان اعملها. قالت لي طبعا براحتك. ولما طلعت بره وقفلت المفاتيح لقيت طيف، بس لقيت طيف احمر بيتحرك بطريقه سريعه. اتخضيت وفتحت المفاتيح تاني لقيت شاهندة مكانها. بتقولي انت فتحت النور تاني ليه؟ انت مش هتعمل اللمبه؟ قلت لها ما تقلقيش هعملها. واول ما قفلت المفاتيح تاني شفت نفس الطيف. خفت وقلت لها انت شايفه الطيف الاحمر؟ قالت لي طيف احمر؟ انا مش شايفه اي حاجه. وبسرعه ولعت النور وقلت لها بقول لك ايه النهار ليه عينين هعمله لك الصبح. قالت لي مش فاهماك بس استنى هجيب لك حاجه من اوضتي. وقلت لها مش وقته. حاجه ايه بس؟ قالت لي ما تقلقش حاجه هتعجبك. وفعلا دخلت الاوضه بتاعتها وانا كنت خايف. كنت عايز اروح الشقه بتاعتي عمال ابص يمين وشمال بدور على الطفل الاحمر. عدى وقت وشاهندة اتاخرت. قلت انادي عليها يا شاهندة. وشاهندة ما كانتش بترد. قلت اخش ابص عليها. ولما دخلت اوضتها لقيتها بتخبط دماغها في الحيطه ووشها كله دم وبضوافرها كانت بتكحت في البلاط. اتخضيت وقلت لها شاهندة انت بتعملي ايه؟ ولما بصيت لي لقيت وشها كله مرعب وعينيها كلها سواد. لفيت عشان اجري وقعت على وشي ما بصيتش ورايا. كان كل همي اوصل شقتي. كنت بصرخ وانا بجري كنت هموت من الخوف. وفعلا طلعت بره شقتها ودخلت شقتي. قلت يا نهار اسود شاهندة طلعت ملبوسه. اعمل ايه لو خبطت عليا؟ ايوه انا هنط من البلكونه وانتحر مش هقدر اواجهها. وفعلا الباب خبط. قلت مين على الباب؟ لقيت جارتنا صاحبه امي بتقولي مالك يا هاني بتصرخ وبتزعق ليه؟ انت بخير يا ابني؟ قلت لها حالا افتح لك يا طنط. وفتحت لها الباب. قالت لي مالك بتزعق ليه يا ابني؟ في ايه يا هاني؟ حكيت لها اللي حصل وقلت لها بقول لك ايه شاهندة دي ملبوسه. قالت لي يا ساتر يا رب انت بتتكلم بجد يا ابني ولا بتهزر؟ وقلت لها جد كمان. خشي في الباب علينا. وفعلا دخلت. قالت لي بقول لك ايه يا هاني انت لبشتني منها. قول هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها مش عارف انا خايفه قوي يا طنط. والباب خبط. جارتي وانا مسكنا في هدوم بعض وكنا خايفين مش عارفين نعمل ايه. وجارتي قالت مين على الباب؟ شاهندة قالت انا يا طنط افتحي لو سمحت. قالت لها شاهندة جايه ليه وعايزه مننا ايه يا بنتي؟ قالت لها يا طنط ما تخافيش افتحي بس الباب وهفهمك كل حاجه. وجارتي قالت لي يا ابني افتح الباب اكيد في سوء تفاهم. وقلت لها لا على جثتي انت مش شفتيش اللي انا شفته؟ قالت لي خلاص يا ابني هفتح انا. هو انت هتحبسني ولا ايه؟ وقلت لها احبسك ايه بس انت مش فاهمه اي حاجه. وفعلا فتحت لها الباب وببص لقيت دم على وش شاهندة. وقلت لها اهو يا طنط صدقت كلامي؟ قالت لي يا ابني. هو انت مين يا بنتي؟ انا خفت يا هاني. شاهندة قالت ما تخافوش هقفل الباب وافهمكم على كل حاجه. بصراحه انا عندي حاله نفسيه واللي بيحصل ده بيحصل غصب عني. جارتي قالت لها وازاي يا بنتي ما تاخديش دواء لغايه دلوقتي؟ ده كده خطر عليكي.
شاهين قالت يا طنط لفيت على كل الدكاتره ما لقيتش اي علاج. وطنط قالت لي ما يا ابني كويسه اهي، هي بس عندها تعب نفسي، انا لو فضلت هنا هيجي لي السكر، انا همشي. وقلت لها تمشي فين بس؟ وهتسيبيني معاها ازاي؟ قالت تاني ما كويسه اهي. وبعدين يا ابني انا دمي نشف مش مستحمله اقعد. وجارتي مشيت وشاهين قالت لي هاني بجد ما تخافش. وقلت لها اخاف من ايه يعني؟ مش هي حاله نفسيه؟ قالت لي هو مش بالظبط. وقلت لها الكلام اتغير ليه بقى؟ ما احنا كنا كويسين. قالت لي هاني تحب يكون معاك فلوس كتيره ملهاش اخر؟ قلت لها طبعا، بس هعملها ازاي دي؟ وبعدين ايه دخل ده في اللي شفته معاكي؟ وكلامها لف دماغي. وقلت ما انا بقالي سنه حالي يصعب على الكافر، هتديني فلوس كتير؟ طب منين وازاي؟ قالت لي اسمعني كويس، ركز في كلامي ومش عايزاك تتخض، انا بعبد ابليس وهو بيجيب لي خير كله. قلت لها انت اتجننتي؟ انت كده كافره. بقول لك ايه، ابوس ايدك مش ناقص لبش. قالت لي اهدى بس وتعالى معايا، مش هتحرك معاكي خطوه واحده. ابليس ومرض نفسي انا في اللي مكفيني، ابوس ايدك ابعدي عني. قالت لي خلاص روح انت الاوضه بتاعتك. وقلت لها قولي واخلصي، انا على شعره منك، عايزاني اروح ليه؟ قالت لي لو سمحت يا تيجي معايا يا تروح انت. وفعلا رحت الاوضه بتاعتي، لقيت كلها فلوس، كل حته في الاوضه فيها فلوس. تنحت ما كنتش مصدق، جات لي صدمه. قلت لها ايه ده؟ دي فلوس مين؟ ومين اللي جابها؟ قالت لي ابليس العظيم جابها لك. بيني وبينكم شفت الفلوس اتسحرت. قلت لها ايه ده؟ كل الفلوس دي ليا انا؟ قالت لي ايوه بتاعتك انت. قلت لها مين اللي جابهم ودخلهم ازاي؟ دول كتير قوي. قالت لي قلت لك ابليس العظيم. ومن الصدمه ما كنتش مركز معاها. قالت لي كل دول بتوعك واكتر من كده كمان، بس على شرط. قلت لها شرط؟ اي شرط هتقول عليه هوافق طبعا. قالت لي هتعبد ابليس معايا وكل الخير هتشوفه. قلت لها اعبد ابليس؟ طب ازاي؟ ما هو مش هينفع. قالت لي معايا نفع، وعشان الفلوس تحتفظ بيها لازم تنفذ مطلب ابليس. قلت لها مطلب ابليس مني انا؟ قلت لها مطلبه ايه مني؟ انا مفيش مني اي منفعه. قالت لي طلبه انك تتجوز بنته زيتونه. قلت لها بنته مره واحده؟ هو انا فيا ايه مش موجود في البشر عشان يختارني؟ قالت لي اكيد مش ابليس اللي اختارك، اللي اختارك زيتونه بنفسها. وقلت لها زيتونه؟ وشافتني فين وامتى وازاي؟ قالت لي الطيف الاحمر اللي شفته عندي في الشقه كان طيف زيتونه، واقرت انك تتجوزها. قلت لها اقرت؟ وده على اساس ايه؟ وازاي اصلا جن يتجوز بشر؟ انت مقبوله؟ قالت لي كل بشر ليه قرين وجن عاشق، ودول مصرح ليهم انهم يتجوزوا البشر، وبنت ابليس زيتونه مصرح ليها بكل حاجه. لو اتجوزتها هتشوف الخير والقوه. انصحك ما تحاولش ترفضها. زيتونه من اقوى ابناء ابليس ويمكن اقوى من الذكور. زيتونه ملكه اليفه جدا للي بيسمع كلامها، واللي بيرفض ليها طلب بيكون ارضه جحيم، وممكن تساعدك في اي حاجه لو حبتك. قلت لها وبما انها عايزه تتجوزني هي بتحبني؟ شاهين قالت لي هي اللي ترد على السؤال ده، لو عايزني احضرها لك احضرها لك. اتخضيت وحسيت اني داخل في دوامه هتنهي حياتي. وقلت لها لا بلاش، على الاقل مش دلوقتي. شاهين قالت لي يبقى الفلوس شكلك مش عايزها. وقلت لها لا الفلوس لا، الفلوس دي بتاعتي. قالت لي يبقى لازم تقابل زيتونه، مفيش مفر. خفت وقلت لو هربت واستخبيت دي هتجيبني، دي جنيه ومش اي جنيه، دي بنت ابليس. لقيت شاهين بتقول لي كل اللي بتفكر فيه ملوش اي لازمه، لو شفتها هترتاح لها. وقلت لها ايه ده؟ هو انت عرفتي منين بفكر في ايه؟ لقيت شاهين حطت ايديها على شعرها واتحولت، وكل حاجه اتحولت حواليا. الاوضه ما بقتش اوضه، بقت ارض لونها احمر. وشاهين كانت لابسه فستان جميل جدا وكان على شعرها تاج، وكانت جميله بشكل غريب. وقلت لها شاهين هو احنا فين؟ وغيرت هدومك ازاي؟ ايه ده؟ هو انت زيتونه؟ قالت لي ايوه. يعني انت بنت ابليس؟ قالت لي ايوه. قلت يا نهار اسود بقى شاهين تطلع زيتونه؟ وانا كنت فاكرك من البشر، بس ازاي؟ انا لمستك وانت كنت من لحم ودم زيي. قالت لي الجن عنده القدره انه يتشكل على اي هيئه. مثلا لو اتشكل على هيئه قطه بيكون العمود الفقري اطول شويه، يعني القطه بتكون اطول، لان طبعا تشكيل الجن بيكون فيه اخطاء. لكن انا بنت ابليس وصعب يكون عندي اي خطا ملحوظ، وعشان كده ظهرت بالشكل اللي انت شفته. قالت لي كفايه كلام لحد كده، حالا هتبدا مراسم الزواج. وقلت لها مراسم الزواج يعني المفروض اعمل ايه؟ قالت لي هتعور نفسك وبالدم هتمضي على عقد الزواج. وقلت لها طب وبعدين؟ قالت لي بكده هنكون واحد. وقلت لها بقول لك ايه، انا مش مرتاح. قالت لي خلاص
انا كشفت سري ليك وصعب الرجوع. وقلت لها يعني ايه هو بالعافيه. لقيت ايدي اليمين ما بتتحركش كانها مش من جسمي، وفجاه لقيتها بتتحرك بدون اراده مني، بتتحرك لوحدها. قالت لي نسيت اقول لك، ارجل الفراخ اللي اكلتها كان فيها سحر وانت دلوقتي مبطون. قلت لها ازاي تعملي كده؟ قالت لي لاني بحبك. قلت لها اشمعنى انا؟ ليه انا؟ قالت لي لان كوكبك في الفلك بيقول عندك شر واذى وحقد مش عند حد، وده اللي شدني ليك. فيك ريحه شر قويه كانها عطر بالنسبه لي. قلت لها بقول لك ايه، انا خلاص مش عايز فلوس. قالت لي خلاص فات الاوان. ولقيت ايدي بتتحرك لوحدها وبتعور ايدي التانيه، وبكتب بدمي اسمي على عقد الجواز. كنت بصرخ بصوت عالي وبقول لا مش عايز اعمل كده، لكن فات الاوان والفار وقع في المصيده. وهنا شفت الزيتونه بشكل تاني خالص، شكل جميل، وعشرتها. وفي وقت قصير لقيت نفسي في شقتي والزيتونه اختفت. وقلت ايه ده؟ معقول كل اللي حصل ده كان حلم؟ هنا سمعت صوت زيتونه. لا مش حلم، كان حقيقة وانت بكامل قواك العقلية. ما كنتش شايفها لكن كنت سامعها. جارتك. جارتي مين؟ صاحبة مامتك. مالها؟ اقتلها. انت خرفتي ولا ايه؟ دي اكتر حد حنين عليا. عشان كده طلبت منك انك تقتلها. مش فاهمك، وضحي لي اكتر. عشان اشيل من جسمك الحنية والطيبة والخير. لا اكيد مش هعمل كده في اللي وقف جنبي. هنا شفت شياطين كتير حواليا وزي ما يكون جيش. كنت بتضرب بالكرباج من كل ناحيه كانه عقاب، وكنت بقول لا مش هعمل كده، وكنت بستحمل. وفي لحظه جسمي بيتعور من كل ناحيه، ما استحملتش من الوجع وصرخت. الاسهل والافضل ليك انك تسمع الكلام، والا هتكون نهايتك الحبس في عالم القمر الاحمر. لقيت نفسي في مكان غريب كل وحوش لونها اسود، وما كنتش عارف ايه مصيري. اي حد شاف رسالتي يساعدني ان اهرب من القمر الاحمر. هستنى رسايلكم وطريقه هروبي. يا ريت القصه تكون عجبتكم، ومستني ردكم على الرساله. انا كل اللي عملته قريت رساله اخونا وهو بجد محتاج مساعده. اللي عنده حل يبعتهولي، ومحدش ينسى الشير.